لو عايزة تعملي الفراخ بطريقة جديدة ويكون طعمها مميز ولذيذ، تعالوا شوفوا الطريقة دي. اول حاجة انا معايا هنا نص فرخة، يعني ورك وصدر فرخة وقطعة كده صغيرة. هقطع بقى الجناح وهقطع الصدر على 3 قطع صغيرين بالشكل ده. هشيل بقى اي دهون منها، وشلت كمان الجلد اللي عليها. لازم نقطعها بالطريقة دي قطع صغيرة عشان ما تاخدش معانا وقت في التسوية. طريقة سريعة جدا وبجد طعمها خطير، مش هتاخد معاكي 10 دقايق وتكون جاهزة. هقطع بقى كمان الورك على 3 قطع واعمل فتحات كده في الدبوس. قسمت كده الورك على 3 قطع، اعمل لها بقى محلول النقع. هحطها في مية وخل وملح وليمون، تتغسل كويس جدا عشان نضيع منها اي زفارة. بعد كده هعمل لها التتبيلة: معلقتين كبار من الزيت، فص ثوم مفروم، لبن، وهحط على اللبن ده خل او معلقتين من الزبادي. اديهم كده تقليبة الاول مع بعض، يعني ممكن تحطي اللبن والخل او معلقتين زبادي اللي موجود عندك. بعد كده هحط معلقة كبيرة من الكاتشب، معلقة كبيرة من العسل الابيض او الاسود اللي موجود عندك. بعد كده التوابل: ملح وفلفل اسود، بهارات فراخ و7 بهارات وبابريكا، وهحط كمان شوية من الزعتر. التتبيلة دي بجد هتدي طعم رهيب للفراخ، والطريقة دي سريعة جدا، يعني لو مستعجلة هتتبليها وتسويها مش هتاخد معاكي وقت خالص. قلبت كده كله مع بعض. بعد كده هحط عصرة ليمون. اقلب بقى كل المكونات دي مع بعض واتبل الفراخ. هسيبها في التتبيلة دي يعني 5 دقايق 10 دقايق بالكتير. بعد كده اسويها وهوريكم ازاي هتبقى متشربة بالتتبيلة واخدة لون حلو جدا وطعمها بجد رهيب. صينية بقى حطيت فيها شوية من السمنة وشوية من الزيت اول ما يسخنوا، والنار تكون يعني اعلى من المتوسط بشوية. ارص كده قطع الفراخ تاخد صدمة، وما اقلبهاش غير لما تاخد لون. اغطيها بقى عشان تستوي معايا، مش بس تاخد لون، لا تبقى سريعة في التسوية. لما نغطيها تستوي معانا بسرعة. بصوا بقى، اول ما الاقيها كده غيرت لونها وخدت لون حلو، اقلبها على الوش التاني. لما تبقى واخدة بقى الشكل ده كده، اول ما تاخد لون من الجنبين اهدي النار واسيبها بقى تستوي، عشان مقطعين القطع صغيرة مش هتاخد معانا وقت في التسوية. افضل اقلب فيها كده من الجنبين لحد ما تبقى واخدة لون حلو من كل الجوانب. الطريقة دي بجد تحفة للفراخ المشوية من غير بقى فرن ولا شواية. الطريقة دي حلوة جدا، الفراخ مشوية واخدة لون حلو ومتشربة بالتتبيلة وما بتاخدش معانا وقت خالص. بصوا بقى كمان هنعمل ايه. باقي التتبيلة اللي معانا انزلها كده على الفراخ بالشكل ده، وخلي بقى الفراخ تتشرب بالتتبيلة دي، هتبقى واخدة لون حلو جدا وطعم رهيب. افضل بقى اقلب فيها كده لحد ما تتشرب بالتتبيلة دي وتبقى واخدة لون حلو. بصوا عاملة ازاي، بجد تحفة. اسيبها بقى انا كده مهدية عليها النار، اسيبها تتشرب بالتتبيلة. بغطي عليها واسيبها بالشكل ده تستوي تكمل سواها وتتشرب بكل التتبيلة اللي احنا حطيناها. وكده خلاص هي كانت استوت. انا بس اديتها تقلبتين كده وخلاص قفلت عليها وكانت جاهزة معايا. عايزة اقول لكم ريحتها رهيبة وطعمها بجد خطير. بقلبها كده في الصينية كذا تقليبة عشان تتشرب بكل التتبيلة، تبقى معايا بالشكل ده. بصوا بقى الجمال عاملة ازاي، احلى فراخ مشوية هتدوقوها، حرفيا تحفة.
تقدروا بقى تعملوا جنبها رز مبهر او رز بالخلطة زي ما تحبوا. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تحطوا لي لايك واكتبوا لي تعليق عشان يوصل لكم الفيديوهات الجديدة اللي انا هنزلها. جربوا الطريقة دي، متأكدة ان هي هتعجبكم.